مرحبا، أنا إبراهيم من غزة. اليوم بدنا نتكلم عن مملكة الفئران المقدسة في الهند، أو ما يطلق عليها معبد كارني ماتا في أعماق راجستان الهند، تحديدا في بلدة ديشنوك. يقع واحد من أغرب المعابد في العالم، معبد كارني ماتا. هنا لا تعامل الفئران كحشرات ضارة، بل تقدس وتعتبر كائنات مباركة، حيث يعيش في المعبد أكثر من 25 ألف فأر مقدس يتحركون بحرية تامة بين الزوار. أما الأسطورة وراء تقديس الفئران، تعود قدسية الفئران في هذا المعبد إلى أسطورة قديمة. يقال إن كارني ماتا التي يعتقد أتباعها أنها تجسيد للإله دورغا، طلبت من إله الموت ياما إعادة ابنها للحياة، لكنه رفض. عندها قررت أن جميع أتباعها بعد وفاتهم سيولدون مجددا على هيئة فئران قبل أن يعودوا إلى الحياة البشرية مرة أخرى. ومن هنا نشأت هذه العقيدة الغريبة التي جعلت من الفئران سكانا مقدسين داخل المعبد. أما الطقوس الفريدة داخل هذا المعبد، زيارة معبد كارني ماتا ليست كأي تجربة أخرى، فكل شيء فيه يدور حول الفئران. حريتها المطلقة، الفئران تتجول في كل الزاوية وتقدم لها الأطعمة والمشروبات، خاصة الحليب والحبوب. أما الفأر الأبيض فهو نذير بركة. يعتبر العثور على فأر أبيض أمرا نادرا ومباركا، حيث يعتقد أنه تجسيد لأحد أفراد عائلة كارني ماتا. احذر أن تؤذي فأرا. إذا مات فأر تحت قدم أحد الزوار، فعليه دفع تعويض بتقديم تمثال ذهبي أو فضي على شكل الفأر المتوفى. أما هذا المكان فهو وجهة سياحية غريبة وجذابة، يجذب المعبد آلاف الزوار يوميا، سواء من أتباع العقيدة الهندوسية أو من السياح الفضوليين الراغبين في خوض هذه التجربة الفريدة. ولكن إذا كنت تخاف من الفئران، قد يكون هذا المكان تحديا حقيقيا لك. أخبرنا في التعليقات، هل تجرؤ على زيارته أم لا؟ أنا إبراهيم من غزة. اعمل لي متابعة للمزيد، وللتبرع تواصل معي واتساب. ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني. هذه المرأة التي لديها أكثر أطفال في التاريخ، فالنتينا فاسيليفيا، ولدت عام 1707 وتوفيت عام 1782. معترف بها بأنها المرأة التي لديها أكبر أطفال في العالم وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. كانت الزوجة الأولى لفيودور فاسيليف، وهو فلاح من شويا بروسيا. في هذا الوقت لم تكن هناك وسائل لمنع الحمل، وكان إنجاب الأطفال يعتبر واجب ديني واجتماعي على المرأة. أنجبت فالنتينا 27 مرة، وأنجبت 16 مرة مجموعة من التوائم، و7 مجموعات من التوائم، و4 مجموعات من التوائم الرباعية، ليصبح مجموع 69 طفلا. لا يصدق، على الرغم من أنه قد يبدو لا يصدق، فقد تم توثيق هذا الإنجاز المذهل رسميا والاعتراف به من موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ونهاية، أخبرنا في التعليقات ما هو رأيك في هذا الموضوع والموضوع السابق. أنا إبراهيم من غزة. اعمل لي متابعة للمزيد، وللتبرع تواصل معي واتساب، ويعطيكم العافية.